غيطلب الملك الحسن الثاني من الوزير الفيلالي يواكب هذا الملف، لكن الفيلالي غيعتذر بسبب الحاله الصحيه ديالو اللي ما كتسمحش ليه يتابع هذا الملف. الشيء اللي خلى الملك الحسن الثاني يشرف على الملف بشكل مباشر قبل ما يكلف وزير الداخلية إدريس البصري بعملية التطهير، واللي كان سنة 1996. وصل عدد الموقوفين في هذه العملية أكثر من 1200 شخص، إلا أن هذه الحملة دارت ضجة ودخلت بعض الجمعيات الحقوقية وانتقدت طريقة تدبير هذا الملف، الشيء اللي خلى الوزير المنتدب المكلف بحقوق الإنسان محمد زيان يعلن على الاستقالة ديالو في برنامج تلفزيوني كاحتجاج منه على الطريقة اللي سير بها البصري هذا الملف. من بعد كانت اجتماعات مع ممثلي رجال أعمال سالت بصياغة نص العفو الملكي اللي استفادوا منه المعتقلين واللي سالت مع الحملة التطهيرية. وكان حميد الديب من بين الأشخاص اللي شملتهم هذه الحملة باعتباره أحد